بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد قائد المجاهدين الغر الميامين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يا أبناء شعبنا الغاضب المرابط، يا أبناء القدس وفلسطين، يا أيها الشعب العزيز رافع راية الكرامة والجهاد المقدس، ها أنتم قد رأيتم عصابات الصهيونية وجيشهم قد رقدوا في ملاجئهم فئرانا في حرب حجارة السجيل. وإن الجيش الذي لا يقهر كما يقول العرب قد أصبح يقهر، وأصبح كفتات الرمل تحت أقدام المجاهدين. وإننا هنا من قلب الضفة الغربية وفي مدينة الخليل الثائرة نعلن باسمنا وباسم الشعب الفلسطيني الحر عن تأسيس كتائب الوحدة الوطنية في محافظة الخليل بتاريخ 14/12/2012، وإطلاق شرارة وعنان واجب الجهاد المقدس في ظل الهجمة والغطرسة الجامحة التي يمارسها العدو، ويضرب بأبنائنا ونسائنا وأطفال فلسطين بدون رحمة ولا إنسانية. وإننا في هذه الكتائب نعلن بأننا نضم من أبناء الياسين والياسر والشقاق وأبو علي مصطفى متحدين بيد واحدة لا تعرف الرحمة والهوان في وجه هذه الهجمة الغاصبة. ونحن في الكتائب ندعم قرار الرئيس محمود عباس بإعلان الدولة الفلسطينية، وإننا لن نتنازل عن ذرة رمل من تراب فلسطين من البحر إلى النهر، وإننا ماضون حتى تحرير الاحتلال وتحرير فلسطين كل فلسطين. ورسالتنا إلى العالم أجمع وإلى العدو الصهيوني بأننا في كتائب الوحدة الوطنية نعلن عن بدء الانتفاضة الفلسطينية الثالثة من قلب مدينة الخليل لتمتد إلى كل فلسطين. واعلموا أنكم يا صهاينة إذا اعتقلتم سنختطف الجنود، وإذا قتلتم أبناء شعبنا سنقتل، وأننا سنضربكم بيد من حديد بكل قوة إذا لم توقفوا هذه الغطرسة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. ونعلن عن أهدافنا ومطالبنا: أولا، إزالة كافة الحواجز والعوائق في الأراضي الفلسطينية. ثانيا، الإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال. ثالثا، الانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية. رابعا، وقف الهجمة الصهيونية التي يتعرض لها شعبنا في مدينة الخليل. خامسا، إعادة كافة الأموال والحقوق المسلوبة من أموال السلطة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. سادسا، فتح المعابر وإعادة الكهرباء والماء على قطاع غزة. الله أكبر ولله الحمد، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد حرر بتاريخ 14/12/2012. كتائب الوحدة الوطنية.